السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنتكلم عن تجربة characteristics of Geiger Muller counter. في البداية خالص لازم نبقى عارفين يعني ايه radiation. ايه هي radiation هو ال flow of energy through space. يعني اي energy ماشية في السبيس ده بنعتبرها radiation. يعني قد يكون ال energy دي particle زي البيتا particles مثلا اللي هي الالكترونز، او تكون electromagnetic waves. يعني حتى لو electromagnetic waves زي الجاما ريز دي بنعتبرها radiation. فالتعريف المودرن للراديشن هي مش مجرد electromagnetic wave، لا هي energy flow through space. لكن الراديو اكتيفيتي ده بقى هو الاميشن بتاع الراديشن اللي بيحصل نتيجة ان انا عندي unstable nuclei، والunstable nuclei بتفضل تخرج radiation نتيجة عملية الديسنتجريشن، عملية التحليل بتاعتها، لحد ما توصل للحالة الستيبل. بمجرد ما بتوصل للحالة الستيبل او بتوصل للستابيليتي كونديشن، ساعتها بنقول ان الراديو اكتيفيتي خلاص بتاع السورس ده انتهى، او خلاص ما عادش بيحصل emission للراديشن. طيب دلوقتي عايزين نعرف the function of the detector. عايزين نعرف الفانكشن بتاعت الديتكتور. هي is to produce a signal for every particle entering into it. يعني الفانكشن لأي ديتكتور ان هو بيديني سيجنال لكل بارتيكل. دخل لي 5 بارتيكلز يدخل لي 5 سيجنالز، 6 بارتيكلز 6 سيجنالز، وهكذا. طب انواع الديتكتورز ايه؟ في انواع كتير جدا. عندي الجاس فيلد ديتكتورز اللي هي بتبقى فيها الايونيزيشن بروبورشنال جايجر مولر، او السنتليشن ديتكتورز ودي برضه هنتكلم عليها في وقت اخر. سيمي كوندكتورز، بارك شامبرز، حاجات كتير جدا من ديتكتورز، دوزوميترز، نيوترون ديتكتورز، بابل تشامبرز، وهكذا. فاحنا يهمنا جايجر مولر، ده احنا اللي هنبدأ نتكلم عنه بالتفصيل. الموضوع ابتدى سنة 1908. هانس جايجر كان تلميذ عند ارنست رازرفورد اللي خد نوبل برايز في الكيمستري، عشان كان عمل موديلنج للاتوميك، يعني اتوميك موديلنج، ان هو النيوكليس في النص وبيلف حواليها الالكترونز زي الصن والبلانيتس. وهم كانوا شغالين في جامعة فيكتوريا اللي هي جامعة مانشستر دلوقتي. عملوا تكنيك ان هم يقدروا يعملوا ديتكشن للالفا بارتيكلز. وبعد كده جه مولر، ده كان بي اتش دي ستودنت عند جايجر، وقدر بعد كده ان هم يطوروا التيوب دي وتبقى جايجر مولر كاونتر في 1928. مش مقتصرة بقى على الالفا بارتكلز، لا دي هتبدأ تخش للبيتا والجاما بارتكلز. وده الشكل الحالي اللي احنا نعرفه. طبعا هي اتطورت عن الشكل اللي هم عملوه، ولكن يعتبر هم البيز اللي عملوه كانوا هم الاتنين مع بعض. طيب ايه بقى هو جايجر مولر؟ جايجر مولر ده كاونتر بيخضع تحت الجاز فيلد نيوكلير راديشن ديتكتور. يعني هو من الجاز فيلد، يعني في جاز بيبقى موجود جواه، وبيوبريت بيزد اون ايونيزيشن، بيشتغل بناء على الايونيزيشن اللي بيحصل من انسيدنت راديشن للجاز. يعني في انسيدنت راديشن بيعمل لي ايونيزيشن، وعلى هذا ان الايونيزيشن ده اللي بيحصل للجاز اللي جوه جايجر مولر بيقدر يترجمه ان هو بالس. كمان من ضمن الحاجات المهمة جدا انه ما يقدرش يفرق بين انواع الراديشنز ولا حتى الانرجيز بتاعتها. يعني هو doesn't differentiate between types of radiation or their energies. يعني انا مثلا لو داخل لي الفا وداخل لي بيتا، هو ما يعرفش دي الفا ولا دي بيتا. او داخل لي مثلا جاما وجاما، ولكن واحدة بهاي انرجي وواحدة بلو انرجي، ما يقدرش يفرق لي امتى دخل هاي انرجي، او عدد اللي دخلوا بهاي انرجي وعدد اللي دخلوا باللو انرجي. الاستراكشر بتاع الكاونتر بتاعنا بيكون كالتالي. بيبقى عندي ميتال سلندر بالشكل ده، هو اللي بيبقى عليه النيجاتيف بتاع البطارية، وده بيشتغل ككاثود. وعندي التنجستن واير اللي هو بالشكل ده، هو بيبقى الانود بتاعي، وده اللي مع الكاثود بيبدأ يعملوا لي الكتريك فيلد جوه. طب كويس قوي. كمان في جاز بيبقى في المنطقة دي، الجاز ده 90% منه بيبقى inert جاز، و10% بيكون هالوجين جاز، او ال10% دي ممكن تكون اورجانيك كومباوند زي الايثايل الكحول. يعني هنا ال90% ارجون جاز على سبيل المثال، او نوبل جاز في العموم. وبنحط 10% يا اما هالوجينز زي CL2 مثلا، او بنحط اورجانيك كومباوند زي الايثايل الكحول.
كمان في internal pressure بنظبطه جوه بيكون 10 سنتيمتر ميركوري، وهنعرف السبب ده في الآخر خالص ليه 10 سنتيمتر ميركوري. كذلك بيبقى عندي ريزيستور وكاباستور، دول مسؤولين عن جينيريشن للبالس، ان هم يترجموا الالكترونز بتاعتي لبالس يقراها الميتر بتاعي او الديفايس بتاعي. وعندي سورس فولتج، السورس فولتج المسؤول عن البوتنشال ديفرنس اللي بيحصل ما بين الكاثود والانود اللي هو التنجستن واير او البوزيتيف والجاز النيجاتيف. طيب types of GM tubes، الجي ام تيوب دي ليه منها انواع. اول نوع عندنا هو السايد وول جي ام تيوب. السايد وول ده بيبقى انا عندي سلندر بالشكل ده، وعندي كمان السلندر ده زي ما اتفقنا هو الكاثود، وعندي الانود بتاعي بيبقى الواير، ولكن الواير بتاعي ده بيبقى ممسوك من الناحيتين. يعني الواير بتاعي بيبقى يعني ايه ممسوك من ناحيتين، مش ناحية طاير في الهواء وناحية تانية ممسوك، لا، بيبقى ممسوك من الناحيتين، ومسؤول ان هو يقيس الجاما او يقيس البيتا، ولكن البيتا اللي عندها انرجي اعلى من 300 كيلو الكترون فولت. النوع التاني هو الاند ويندو، ده اللي موجود في اماكن كتيرة وفي معظم المعامل. الاند ويندو ده وان اند بتبقى يعني بيبقى وان اند فيها متثبت فيها الانود بتاعي، وبيبقى طاير في الهواء زي الشكل اللي احنا شفناه في اول سلايد خالص. يعني انا الانود بيبقى متثبت هكذا ويفضل طاير في الهواء. بيبقى عندي ويندو هنا، دي قد تكون من المايكا او سين مايكا كمان. كمان بيبقى مسؤول عن detecting اللو انرجي بيتا الالفا والاكس رايز. فاللي بيفرقوا عن السايد ويندو ان السايد ويندو لا، ان الانود بتاعي بيبقى ممسوك من الطرفين، لكن هنا بيبقى along the tube axis. يعني هنا بيبقى along one end and extend only along the tube axis. يعني هو بيبقى ممسوك من جنب واحد، والجنب التاني كأنه طاير كده فين في الهواء. طيب النوع التالت هو البانكيك، وهو اتسمى باسم البانكيك لأنه شبه الكيكاية كده مدور بالشكل ده. والتيوب ده بيبقى عندي يعني التيوب بتاعتي أو بيبقى حصل كفرنج للتيوب بتاعتي بسين مايكا. والبانكيك ده من efficient جدا لأن هو يقيس الألفا والبيتا والجاما. يعني من أفضل أنواع الديتكتورز هو البانكيك. يعني مش مطلوب منك ان انت تبقى عارف بس اكتر من انواعهم واشكالهم بيكونوا ايه. الميكانيزم اوف وركينج كده احنا هنبدا بقى في الشغل الجد. ازاي الجي ام بيشتغل؟ في البدايه خالص لو عندي بيتا بارتكل او الفا بارتكل دخلوا على الديتكتور ويندو، فهم بيعملوا ايونايز للجاز، ويبدا الجاز ده بقى هنشوف هيحصل معاه ايه عشان يتقري ببلصايه. ولكن اذا دخل جاما ريز او اكس راي، فهم ممكن بيعملوا انتر اكشن مع الميتال وول مع الكاثود اللي عندي عن طريق بقى فوتو الكتريك افكت، او عملوا كومبتون سكاترينج، او عملوا بير برودكشنز. برضه هنعرف دول في الفيديوز القادمه بالتفصيل ايه هم الفوتو الكتريك افكت، ايه هو الكومبتون سكاترينج، ايه هو البير برودكشن. وبعد كده بيخرج منهم الكترون، يعني بيخرج من الوول او الوول الميتال وول اللي هو الكاثود، بيخرج منه الكترون. الالكترون ده يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل لي ايونايز للديتكتور. طب تقول لي يعني هل الجاما راي والاكس راي مش ممكن يعملوا انتر اكت دايركتلي؟ لا طبعا ممكن يعملوا انتر اكت دايركتلي مع الجاز اللي جوه، ولكن الحاجه دي بتبقى less probable ان هي تحصل. ويعني الا لو هو بقى very low energy، فساعتها لو very low energy photons فهو بيخش يعمل انتر اكت مع الجاز على طول، ودي بتحصل قليل لان معظم الجاما راي والاكس راي بيبقى الانرجيز بتاعتهم عاليه جدا. طيب بعد ما بيحصل عملية الايونيزيشن، يعني انا دخل عندي ايونايزنج بارتكل او اي الكترومagnetic ويف عملت ايونيزيشن، فبقى عندي بوزيتيف ايون بالشكل ده وعندي الكترون بالشكل ده. الالكترون ده نتيجة ان هو موجود في الكتريك فيلد هيبدأ يكتسب فورس واكسلريشن، فالاكسلريشن والفورس اللي عنده دي هتبدأ ان هي تعمل ايونيزيشن لبقية الجاز. كذلك ان هي ممكن تعمل اكزايتيشن للجاز، ولما بيحصل دي اكزايتيشن للجاز بيخرج فوتون. الفوتون ده برضو بيعمل افلنش، يبدأ ان انا عندي كمية من الالكترونز وبيحصل حاجة اسمها افلنش، ده يعني انهيار في الجاز اللي موجود كله عندي. الانهيار ده بقى يبدأ ينزل كله تحت في اتجاه الانود، وتبدأ البوزيتيف ايونز عايزة تروح في اتجاه الكاثود. طبيعي جدا الافلنش ده وهو بيحصل ان نتيجة ان الالكترونز سريعة جدا فهي هتوصل للانود بسرعة، واثناء وهي بتوصل للانود هي بتعمل شكل الشجرة ده.
الشكل بتاع الشجرة ده، يعني هي وهي في طريقها بتعمل ايونيزيشن. وبنسمي النوع ده اسمه تاونسند افلنش، يعني الانهيار اللي بيحصل ده بنسميه تاونسند، على اسم تاونسند اللي اكتشف الافلنش او فسر يعني الافلنش بيحصل ازاي. وبعد كده during all this time الالكترون بقى بيحصل لها collecting للانود واير، ولكن بيبقى عندنا مشكلة ان الموفينج بوزيتيف ايونز بتبقى بطيئة جدا عشان توصل للكاثود. ونتيجة ان حصل عندي ايونيزيشن كتير جدا للجاز، فاصبح عندي بوزيتيف ايونز كتيرة جدا. البوزيتيف ايونز دي تبدأ تعمل حاجة عندي اسمها بوزيتيف شاس. البوزيتيف شاس دي ان هي بتبدأ تمنع ان الفيلد يبقى موجود اصلا. يعني ايه؟ الشاس ده كأنه حاجز. انا كده بدل ما كان في فيلد هنا موجود ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، لا ده انا هحط هنا طبقة تمنع ان الفيلد يعدي الناحية التانية. هتقول لي ممكن واحد يفكر ان طب ما الحل ده احنا ممكن نزود الفولتج. لو زودت الفولتج فانا هسرع البوزيتيف ايونز دي ان هي توصل للكاثودز وابقى حريت المشكله. ولكن ده ما ينفعش. ليه؟ لان احنا لو زودنا الفولتج، لو الفولتج is too high، هيحصل حاجه عندي اسمها continuous discharge. الديسشارج دي العمليه ان بيحصل ionization. طب ايه بقى الكونتينوس discharge ده او undesirable؟ بيسموه اسم اخر، بيسموه undesirable avalanche. ده ان انا لو انا زودت الفولتج جامد جدا، هلاقي ان من غير الايونايزنج بارتكل ده ما يدخل جوه، يعني من غير اي ايونايزنج بارتكلز او الكترومagnetic ويف تدخل جوه الديتكتور بتاعي، لا الارجون اللي موجود عندي هلاقي ان الالكترون نفسه والايون حصل لهم ايونايزيشن بدون اي انتر اكشن خارجي من الايونايزنج بارتكل، من الفيلد اللي جوه. يعني حصل بريك داون للارجون اللي عندي. ده بالظبط لو انا عندي مثلا بار بليك كاباستور وقعدت ازود قعدت ازود الفيلد اللي ما بينهم هما الاتنين، هيحصل بريك داون للاير، ببدا اشوف زي سباركس كده. ده نفس اللي هيحصل بالظبط لو انا زودت الانود جامد والكاثود جامد. هيبدا يحصل عندي ان يحصل عندي بريك داون للارجون، والبريك داون هيبدا يديني continuous discharge، يعني عدات يفضل يقرا الديتكتور، يفضل يقرا ويديني في نتائج، وكل دي نتائج فولس مش مظبوطه، وده هيسبب كمان دامج للتيوب. طيب لما بقى الالكترونز بيحصل لها كولكتد، اتفقنا ان البوزيتيف شاس دي بتعمل حاجه زي اسمها الكتروستاتيك سكرين. الكتروستاتيك سكرين ده يعني بيقلل الفيلد اللي بيسبب الحركه للالكترونز او للبوزيتيف ايونز. طيب يعني كانه بيمنع الديسشارج، يعني كاني بوقف عمليه الديسشارج او عمليه تجميع الالكترونز اللي موجوده. ما هو الديسشارج دي هي البروسيس اوف ionization and current flow within GM. يعني انا لما اوقف الفيلد او ابطأ الفيلد او اقلله، ده معناه ان عمليه الديسشارج هتقف. طب معنى ان عمليه الديسشارج هتقف يبقى الكاونتر هيبقى انسنسيتيف، مش هيحس خالص ان في الكترونز يبدا ان هو يعدها او يبدا ان هو يجمعهم، يعني عشان يدي سيجنالز. فالفكره كده ان الالكتروستاتيك سكرين دي بقت مشكله كبيره جدا جدا بتحصل. عشان كده بقى نيجي نعرف حاجة الديد تايم ده. الديد تايم ده هو التايم ان الديتكتور بيبقى انتنسيف للديتكشن، وده بيبقى الزمن لحد ما الباشا اللي هو البوزيتيف ايونز دي توصل للكاثود ويبدأ الديتكتور يشتغل تاني. كل ده بنسميه الديد تايم. فالديد تايم ده بيبقى انتنسيف فور ديتكشن، وده بيحصل زي ما قلنا عشان الالكترون اقل بكتير في الوزن من البوزيتيف ايون. يعني البوزيتيف ايون الواحدة او البروتون الواحد اللي في الايون بيبقى 1836 مرة من الالكترون. يعني انت متخيل ده البروتون الواحد، ما بالك بقى عدد البروتونز اللي بتبقى موجودة بيبقى عدد كبير جدا في الارجون. طيب يبقى the electrons reach the anode quickly while positive ions stay for a period around the central wire. لكن بيفضل فترة البوزيتيف ايونز دي هتفضل واقفة حوالين السنترال واير بتاعنا اللي هو الانود، وبتعمل البوزيتيف ايون شيس اللي احنا اتفقنا او بتتسمى باسم electrostatic screen. during this time اثناء الوقت ده الالكتريك فيلد بيريديوس، بيقل جدا، والكاونتر بيبقى insensitive للايونيزيشن، ومش هيبدأ يشتغل غير لما يحصل ان الباشا بتاعنا اللي هو البوزيتيف ايونز دي توصل.
ده رسم بيوضح الموضوع. هنا الفولتج مثلا بقرا، يعني هنا بيقرأ القرايات. طب بيحصل ايه بعد كده؟ يبدأ ان الفولتج يقل يقل يقل. ايه اللي بيسبب قللان الفولتج ده؟ الالكتروستاتيك سكرين بتاعت البوزيتيف ايونز. طيب يبدأ يقل 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 لحد ما يبدأ هما يوصلوا. اول ما هما بيوصلوا يبدأ الفولتج تاني يزيد ويرجع لمعدلاته الطبيعية. عشان كده في حاجة مهمة جدا يعني برضو تبقى عارفها. في حاجة اسمها dead time، وده وقت بيبقى intensive مفيش قرايات اصلا، يعني انا مش حاسس اصلا ان في اي قرايات. وفي حاجة عندي اسمها recovery time. الريكفري تايم ده بيبقى وقت الديتكتور فيه ممكن يقرا، ولكن ما بتبقاش هي القرايات الصحيحة. ليه ما بتبقاش القرايات الصحيحة؟ لان بيبقى الفيلد ضعيف. معنى ان الفيلد ضعيف ان هو مش هيعمل كولكت لكل الالكترونز اللي بتتكون. يعني انا دلوقتي في عندي الكترونز اتكونت، المفروض اعمل لها كولكت بالانود. لما بيكون الفيلد ضعيف بيحصل كوليكشن، ولكن الكوليكشن ده قليل. فلحد ما يرجع الفيلد قوي تاني اللي هو عند الليفل بنسميه الديسكريمينيتور ليفل، الليفل ده عنده الفيلد بيرجع لوضعه الطبيعي. ويبدأ بعد كده الديتكتور يقرا. يعني الديتكتور اكشلي بيقرا بعد الريكفري تايم. والديد تايم هو جزء من الريكفري تايم، بيبقى جزء صغير بيبقى فيه المفروض الديتكتور يقرا. يعني المفروض ان فيه بالس والديتكتور يقراها، ولكن ما بيقدرش يقراها. ودي طبعا بتبقى من عيوب الجايجر مولر كاونتر. طيب كويس قوي. طب احنا عايزين نحل مشكلة كده، يعني هل المشكلة دي ليها حل؟ فهذا الامر الديد تايم من المشاكل اللي ملهاش حل، ولكن هو كمان مش المشكلة الوحيدة اللي بتقابل الجي ام. لا، ده في مشكلة تانية. ايه بقى المشكلة التانية؟ after the main avalanche، بعد ما بيحصل المين avalanche بتاعي، البوزيتيف ايونز drift towards cathode. يعني البوزيتيف ايونز بتوصل معايا للكاثود. لما هما بيوصلوا للكاثود ايه اللي بيحصل؟ بيعمل neutralization by capturing electron from cathode surface. يعني هو هيوصل هنا للكاثود سيرفيس وعايز يعمل capture لإلكترون. اثناء عملية الكابتشر دي هو بيخرج انرجي. الانرجي دي جت ازاي؟ الايونيزيشن انرجي بتاعت الجاز ماينس الورك فانكشن، دي الانرجي اللي هو بيخرجها. تمام؟ ليه؟ دي الانرجي اللي هو بيخرجها نتيجة بعد ما عمل كابتشر. يعني انا عمل كابتشر رجع نيوترال. طب الانرجي اللي كانت عنده دي راحت فين؟ خرجت. طب افرض الانرجي اللي ليبريتد انرجي اللي عندي دي اكتر من الورك فانكشن بتاعت الكاثود، ساعتها هيخرج لي انذر فري الكترون. والفري الكترون ده هيبقى عنده كاينيتيك انرجي، ممكن يعمل لي another avalanche. بنسمي الافالانش ده undesired avalanche. يعني avalanche انا مش عايزه. ليه undesired avalanche؟ لانه مش جاي من الايونايزنج راديشن الخارجي، لا ده الكترون هيجي يعمل لي avalanche من جوه، ملوش علاقة بالراديشن الخارجي خالص. فهيبدأ يعمل لي avalanche تاني، وهيبدأ ان الديتكتور نفسه يقرا لي عدات مش صحيحة. يعني دي بقى مشكلة كبيرة جدا. وكمان ده مش بس كده، ده ممكن ان الالكترون ده يفضل يعمل لي حاجة اسمها ال continuous discharge. continuous discharge ان الديتكتور نفسه يقعد يقرا مع نفسه يقرا مع نفسه يقرا مع نفسه من غير ما يكون في اي راديشن هيدخل. فدي طبعا يعني بتبقى مشكلة كبيرة جدا. فعشان نوقف مشكلة الكونتينوس discharge ديت اللي حصلت نتيجة ان الالكترون اللي كان هنا على السيرفس خرج لما حصل نيوتراليزيشن للايون، محتاجين ان احنا نوقف الموضوع ده. فعايزين نعمل له حاجة يعني quenched بمعنى stopped. عايزين نوقفه. في بقى طريقتين ان احنا نوقف بيهم الالكترون اللي خارج ده من ان هو يعمل افلنش، والافلنش ده يتقري كقراية. فاحنا عايزين نوقفه. ففي طريقتين للموضوع ده. طيب عشان نعالج المشكلة دي اول حاجة عندنا هي الاكسترنال كوينشنج. احنا ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا لما البوزيتيف ايون بتوصل للكاثود وتنتراكت مع الكاثود فبتخرج لي الكترون. فكرة الاكسترنال كوينشنج كانت ايه؟ ان انا اضعف الفيلد اللي موجود اللي بيشد الالكترون. فمعنى ان انا اضعفه ان انا همنعه من انه يعمل افلنش. فبقى انا كده ايه؟ يعني بعدت عن شره زي ما بيقولوا. يعني انا ضعفت الفيلد فما اديتلوش فورس انه يعمل افلنش تاني واقراه. فالفكرة دي هم عملوها ازاي؟ عن طريق RC circuit. جابوا
ريزيستنس عالية جدا 10 باور 8 اوم، رقم طبعا مهول جدا. 100 مليون اوم رقم كبير جدا. قالك اول ما بيحصل ان في كارنت يمشي في السيركت بتاعتي الفولتج بيتوزع من قانون اوم، احنا عارفين ان الفولتج بيتوزع. فنتيجة ان دي ريزيستنس عالية فهتاخد كمية فولت عليها كبير جدا، والفولتج اللي هيبقى موجود هنا على الطرفين بتوع الفيلد اللي هم البوتنشال ديفرنس اللي بيعمل لي الفيلد اللي جوه هيبقى قليل. معنى ان الفيلد يبقى قليل جدا او يكاد يكون صفر، ده معناه ايه؟ ده معناه ان مش هيحصل اكسلريشن للالكترون اللي خرج من هنا، فمش هيعمل لي secondary avalanche او undesired avalanche ويوصل لي الانود. دي كانت الفكرة كلها. يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني النت فولتج هو الفولتج اللي كان موجود ناقص الفولتج دروب اللي حصل اللي اتوزع هنا على الريزيستور. هيبقى لي فولتج قد ايه؟ ضعيف جدا. ليه ضعيف جدا؟ لان الاي دي في الار الار دي 10 باور 8، فهيبقى رقم كبير جدا. فالفولتج لما تشيل منه رقم كبير جدا هيبقى ايه البوتنشال ديفرنس اللي هنا؟ هيتبقى ارقام قليله جدا جدا جدا. الارقام القليله دي مش هتقدر ان هي تساعد انه يحصل افلنش. ولكن في مشكلة كبيرة حصلت. ايه بقى المشكلة؟ ان التايم كونستانت زاد. طب ايه هو التايم كونستانت؟ التايم كونستانت ده اللي هو الار في السي، ده بيعبر لك قد ايه الكاونتر بتاعك هيبقى ريدي فور نيكست بالس. دلوقتي ده لما وصل هنا المفروض بقى نبدأ بالس جديدة. طيب لما ده وصل هنا انت رحت موقف الديتكتور فترة تاني من الزمن. طب الفترة دي قد ايه؟ بتبقى قيمتها الار في السي، والسي دي الكاباستنس اللي بتبقى موجودة. طيب انت الار دي ب 100 مليون اوم، فلما تضرب 10 باور 8 في الكاباستنس هتلاقي ان التايم كونستانت كبير. فانت زودت الديت تايم، يعني الديت تايم ده كان زمن كده كده غصب عنك بيوقف الديتكشن، لا انت رحت مزود زمن كمان اللي هو الزمن اللي بتمنع بيه ان السكندري الكترون يعمل لك الانديزايرد افالانش. فدي بقت مشكلة، يعني فعلا بقت مشكلة كبيرة. فده قال لك ايه؟ قال لك ان التايم كونستانت ار سي is much longer than the time needed for collection of ions. ووقتك طبعا كبير جدا جدا نتيجة الريزستور اللي انت حطيتها. و as a result ان الكاونتر هيبقى inoperative، هيبقى intensive، مش هيقرأ for an unacceptably long period، زمن كبير جدا. in other word ان الديت تايم بتاعي هيبقى كبير جدا، لان الديت تايم هيزيد. بدل ما كان عمل الشيس ديت تايم جاي نتيجة الشيس، لا ده الديت تايم بقى انت هتضيف عليه نتيجة ان انت كمان ضعفت الفيلد اللي موجود هنا. فالفيلد بقى ضعيف جدا، ما يقدرش ان هو يحرك الالكترونز عشان تمنع الانديزايرد افالانش والكلام ده. ولكن انت كده زودت الزمن اللي الديتكتور مش هيقرا فيه. ما انت كل ده زمن الديتكتور مش هيقرا فيه. الانترنال كوينشنج، فكرة الانترنال كوينشنج ان احنا نحط جاز، سواء كان الجاز ده اورجانيك كومباوند او كان هالوجين. طيب فكرة الجاز ده انه يكون عنده ايونيزيشن بوتنشال قليل، وانه يمنع ان البوزيتيف ايون تخبط في الوول اللي بيخرج لي الالكترون. يعني هي كانت مشكلتنا في ايه؟ في الالكترون اللي بيخرج. خلاص انا همنع ان اصلا البوزيتيف ايون دي تخبط في الوول. ازاي امنعها من كده؟ ان انا احط لها هالوجين موجود ليه ايونيزيشن بوتنشال قليله. معنى انه ليه ايونيزيشن بوتنشال قليله ده معناه ان الالكترون اللي ممكن يخرج لي او الانرجي اللي ممكن تخرج لي هتبقى انرجي قليله جدا. طيب كذلك لو انا حطيت الاورجانيك كومباوند ده، الاورجانيك كومباوند ده اول ما بيعمل نيوتراليزيشن للارجون اللي عندي يتكسر لحاجات صغيره، ويبدا هو بقى طبعا هيبقى هتقولي طب ما هو بقى بوزيتيف، فبرضه البوزيتيف ده هيروح للشاس، صح؟ هيبقى بوزيتيف هيروح للشيس، ولكن الانرجي بتاعته قليله جدا جدا، اقل من الورك فانكشن اللي هتخلي لي اي الكترون يخرج. فانا كده ابقى استفدت. ولكن الاورجانيك كومباوند يعني الحلو ما يكملش. الاورجانيك كومباوند ده للاسف اللايف تايم بتاعه قليل، فحبينا ان احنا يعني نغيره. ولان طبعا لان اللايف تايم قليل يعني كل شويه عمال يتكسر ففي الاخر بينتهي. فقررنا ان احنا نحط بقى هالوجين زي السي ال 2. فكره الهالوجين ايه بقى يا شباب؟ الهالوجين فكرته انه لما بيتكسر بيرجع يتكون تاني. طب ده بيحصل ازاي؟ انا عندي اهو الارجون البوزيتيف هيعمل انتر اكشن مع ايه؟ سي ال 2. ايه هو السي ال 2 ده؟
السي ال انتوا عارفين السي ال ده 17، فبيبقى محتاج الكترون عشان يبقى ايه، يبقى مور ستيبل. طيب فهو ما بيلاقيش الالكترون ده، فبيدور على سي ال زيه ويعملوا شيرنج الاخر الكترون، وتبقى حاجه اسمها الكوفالنت بوند. يعني الكوفالنت بوند دي بتبقى شيرنج بوند بتوين 2 سي ال. طيب لما بيحصل ان الارجون بقى يعمل انتر اكشن مع السي ال 2، يقول له ايه، هات الالكترون اللي انتم متشاركينه ده هاتوه انا هاخده، ويبقى الباشا نيوتراليزد ويرجع زي ما كان كأن مفيش حاجة حصلت. طب والسي ال 2 اللي بقى بلس ده، سي ال 2 بلس ده يعني انا دلوقتي في الكترون انا فقدته، يا اما من السي ال الاولانيه يا اما التانية، مش هتفرق. فالسي ال 2 بلس ده هيتفكك لواحده سي ال عاديه المفروض لسي ال تانية، لكن في الكترون متاخد، فاتاخد من السي ال، يعني نفترض السي ال الاولى دي هي اللي اتاخد منها الالكترون. تبدا السي ال الاولى دي تشوف لها اي الكترون كده موجود في الفيلد او الفوليوم بتاع الديتكشن، وترجع تاني سي ال عن طريق ان هي بتعمل ايه، ان هي بتعمل له اتراكشن طبعا عشان هي عايزه تبقى ستيبل. فهتلاقي سي ال بقى عندي سي ال وسي ال برضو ستيل محتاجين الكترون، فهتلاقي سي ال زيها، يبتدوا يعملوا شيرنج تاني وترجع في النهاية سي ال 2، بقوا رجعوا عاملين شيرنج لي اوتر موست الكترون عندهم، ويبقوا هما الاتنين كده مور ستيبل. ودي كانت فكرة الانفينيت لايف، ان انا رجعت السي ال 2 اللي انا بدأت منه. يعني انا بدأت بسي ال 2 ونهيت بسي ال 2، فاصبح عندي كده حاجة اسمها الانفينيت لايف. يعني انا خلاص ما عدتش محتاج ان انا كل شوية ازود الاورجانيك كومباوند اللي عندي. كمان في حاجة مهمة، وده سؤال مهم جدا، ان كل راديشن ايفنت بيحصل بيخرج لي نفس البالس سايز. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الجي ام ما يقدرش ان هو يفرق لي بين الهاي انرجي فلوم لو انرجي راديشن. يعني انا سواء كان عندي هاي انرجي او كان عندي لو انرجي، انا ما اقدرش افرق ما بينهم، نتيجة ان كلهم بيخرجوا لي the same size of pulse، نفس الحجم من البالس. انا كجهاز مش هعرف افرق ليه بالس وبالس، انا مش عرفني دي الكبيرة ولا دي الصغيرة، او دي انرجي اعلى او دي انرجي قليلة. فده حتة مهمة جدا لازم تاخد بالك من النوت دي، ان every radiation event produces the same sized pulse. فاحنا ممكن نقول ان الجايجر بلاتو كيرف ده بيتقسم لثلاث مناطق. المنطقة الاولى ان هنا بيحصل عندي threshold voltage، او احيانا بيسموه الستارتنج فولتج. ده الفولتج اللي بيبدأ عنده الجهاز يقرأ ارقام هي مش صحيحة، ولكن ده بيبدأ ان الجهاز يحس ان في حاجة بتأثر عليه، لحد ما يوصل لمنطقة اسمها الني او الركبة. المنطقة دي بقى بيبدأ توصل لمنطقة البلاتو. منطقة البلاتو دي افضل منطقة تشغل فيها الجي ام، ودي المنطقة بيحصلش فيها فلكتويشن قليل. يعني أنا لو شغلته مثلا هنا عند 230، شغلته هنا عند مثلا 250، فمش هتفرق كتير في القرايات، وهتبقى قراياته نوعا ما دقيقة. لكن لو قعدت ازود الفولتج جامد، فهلاقي ان حصل continuous discharge. وفكرة ان الديسشارج انه حصل ايه، حصل بريك داون للارجون اللي موجود، وانه بقى يديني قرايات اصلا بدون ما يبقى عندي اي سورس. هلاقي الجهاز عمال يقرا في ارقام كده، وده ممكن يعمل بريك للسيركت طبعا اللي موجودة عندي. طيب what is the plateau region in the GM counter؟ دي المنطقة زي ما احنا اتفقنا اللي بيشتغل فيها الكاونتر بتاعي بهاي efficiency، وان في المنطقة دي لما بتزود الفولتج ده ما بيعملكش تغير كبير قوي في الكاونت ريت. وان معنى ان البلاتو يبقى كبير ده معناه ان الكاونتر بتاعك more stable over a broader voltage range. يعني كل ما البلاتو كبير ده معناه ان انت الرينج بتاعك ان انت تزود الفولت هيبقى رينج يعني مريح. يعني سواء مثلا 200 لحد 300 تفضل تشتغل في المنطقة دي كلها، هتلاقي ان القرايات كويسة ومظبوطة وما فيهاش اي مشاكل. الكاركترستكس اوف جي ام طبعا اللي احنا بنحددهم من الرسمه، الفي threshold ده المينيمم اوبريتنج فولتج، البلاتو لينث ذا فولتج رينج اوف ذا فلات بارت اوف ذا كيرف بنجيبها ان هو V2 minus V1، هوريها لك من على الرسمه. طب الاوبريتنج فولتج او هو احسن فولتج يبقى شغاله هو الميد بوينت بتاع البلاتو، ده عن طريق ان انا بجيب الفي واحد او البلاتو زائد الفي 2 اللي هو اخر البلاتو اقسمه على الاتنين بجيب الفي اوبريتنج. طب البرسنتج جريدينت ده بقى مهم جدا، ده بي the percentage change in count rate per voltage، وده بيقيس السنسيتيفيتي بتاعت الكاونتر، وهوضح لك ازاي بيقيس السنسيتيفيتي بتاعت الكاونتر. والبرسنتج جريدينت بيبقى عبارة عن التشينج في الكاونت ريت of the end of the plateau، يعني n2 ناقص n1 على v2 ناقص v1 مضروبة في ال n اللي هي عندها ال v operating
فولتج. هوريك برضو الكلام ده من على الرسم بيكون ازاي، بس خلينا الاول نعرف ايه هي البرسنتج جريدينت. البرسنتج جريدينت دي زي ما احنا قلنا هي بتقيس الاستابيليتي بتاعت الجي ام، ولكن الحاجة المهمة جدا هي بتوصف how count rate changes with voltage variation. يعني دلوقتي لما بغير الفولتج الكاونت ريت بتاعي ده هل بيتغير بمعدل كبير ولا معدل صغير؟ اللي بيقيس الجزئية دي هو البرسنتج جريدينت. فالبرسنتج جريدينت واحدة من الكاركترستكس المهمة جدا الجي ام، لانها بتعرف لي الفلكتويشنز اللي بتحصل في الفولتج هتسبب لي قد ايه تغير في في القرايات بتاعتي. ومعنى ان انا عندي lower percentage gradient ده الحاجة الديزايربل او الحاجة الكويسة، لان ده معناه ان small voltage variation does not significantly affect the count rate. يعني التغير القليل في الفولتج مش هيعمل لي اي مشكلة في الكاونتنج ريت. لكن لو لقيت ان الهاي gradient ده معناه ان التغير صغير جدا في الفولتج ده هيعمل لي تغير كبير قوي في الكاونت ريت، ودي مشكلة كبيرة قوي في الجي ام. يعني الجي ام هيبقى شغال عند فولتج معينة، جيت قبلها بسنة بعدها بسنة، ده معناه ان انت الفولتج او القرايات بتاعتك مش هتبقى مظبوطة. فاحنا دايما الهدف بتاعنا ان البرسنتج جريدينت يبقى قليلة، لانه ده معناه ان الفاريشن في الفولتج مع الكاونت ريت هيبقى قليل. فزي ما احنا قلنا هو بيدescribe how count rate changes with voltage variation in the plateau region. في الداتا بقى بنعمل ايه؟ بنبدأ ان احنا نطبق فولت مثلا 20 فيديني صفر، 40 صفر، لحد مثلا 120 130 140 ابدأ الاقيه بيحس مثلا من اول هنا، وابدأ ارسم هلاقي بقى طبعا ايه الشكل بتاعي طلع بالشكل ده. عند اول جزء من الثبات ده بسميه في واحد وبجيب ان واحد، عند اخر جزء من الثبات قبل بريك داون ده في اتنين وبجيب ان اتنين، وبعد كده بجيب الفي اوبريتنج عن طريق ان هي في واحد زائد في اتنين على الاتنين، واجيب الان بتاعتي قد ايه واحسب البرسنتج جريدينت بكل بساطة. وبرضو بجيب البلاتو لينس عن طريق ان انا بجيب في اتنين ناقص في واحد، فانا بجيب اللينس ده قد ايه. وطبعا برسم الايرور بارز. الايرور بارز بقى لازم ان انا امشي في الرسمة دي كلها تبقى وزن الايرور بارز، يعني ما الاقيش مثلا نقطة هنا والايرور بار بتاعها هنا فانا الاقي الكيرف طالع من فوق، لا ما ينفعش. لازم كل نقطة الكيرف ماشي فيها يكون بيمر على الأقل يا بالنقطة يا فرنج الايرور بار، يعني ما تبعدش عن الجزء ده. وهنبقى نشوف ازاي بنحسب الاستاتستيكال ايرور ده في فيديوهات جاية ان شاء الله. طيب ايه هو بقى الديد تايم؟ الديد تايم ده احنا اتفقنا ان هو الزمن الكاونتر ما بيقراش فيه نتيجة نتيجة الالكتروستاتيك سكرين اللي بتحصل. طيب تعالى بقى نكونسيدر ان انا هعمل ديتكشن او الكاونتر ده هيعمل ديتكشن لمدة ثانية واحدة لايفنتس بتحصل. طيب اذا كان بعد كل ايفنت بيحصل بياخد وقت تاو عشان بعد كده يقرا زمن تاني اللي هو الديد تايم يعني. فمعناها ايه؟ معناها انه لو حصل عندي في الثانية الواحدة عدد من البلصات n، فكل n منهم خدت ايه؟ خدت تاو، صح؟ فيبقى total time lost due to these pulses او lost time هو ال n في التاو. ما انت لو كانت واحدة هياخد تاو واحدة، طب قرا اتنين يعني او ما قراش اتنين معناه 2 ايفنتس حصلوا فيبقى 2 تاو، 3 ايفنتس حصلوا 3 تاو، وهكذا. فالتاو ده يعتبر الان تاو كله على بعضه، ده يعتبر اللوست تايم. فانا عايز اعرف ان الاوبريتنج تايم للكاونتر في الثانية الواحدة هيبقى واحد، اللي هي الثانية الواحدة ناقص اللوست تايم اللي هو الان في الايه؟ في التاو. طيب ده معناه ان الاوبريتنج بيشتغل في زمن قد ايه من الثانية؟ يعني لو هشغل الكاونتر لمدة ثانية ففعليا الوقت اللي هو هيقرا فيه هو الثانية ناقص الان ايه؟ تاو. فاحنا بنعرف ان الترو كاونت ريت ده بقى بنسميه ام، ده ترو يعني ده الحقيقي، يعني السورس مثلا بيخرج 20، ولكن هنسمي بقى الريت اللي هو مش الحقيقي هو الان، ده اللي بيشوفه الكاونتر. فالان ما هو الا الام الحقيقي مضروب في الوقت اللي بيقيس فيه الكاونتر. فلو عايز اجيب الام بقسم على الجزء ده تحت. يعني طبعا اثبات مش عليك، انت بس تبقى عارف ان الترو كاونت ريت بيساوي اللي بيقراه الديتكتور او الاوبزرفد كاونت ريت، ده بيسموه الاوبزرفد كاونت ريت على واحد ماينس ان تاو، والتاو دي هي الديد تايم. طب ازاي بقى بنقيس معمليا الديد تايم؟ بنجيب نص سورس الاولاني وليكن ده سورس A، ونبدأ نشغل الايه الكاونتر فيقرا لي قرايه.
بعدين اجيب نص تاني سورس واحطه جنبهم واشغلهم فيديني قراية تانية، فدي هنسميها مثلا ان واحد، دي ان واحد اتنين لانه في تو سورسز. وبعدين اشيل الاولاني واسيب التاني، فكده ده معناه ايه؟ ان اتنين. وبعمل العملية دي بقى كل مرة لمدة دقيقتين، يعني انا بعمل العملية دي بقى كل مرة لمدة دقيقتين، يديني ايه؟ يديني ان واحد، ان واحد اتنين لما كنت حاطط النصين، وان اتنين لما شلت النص الاولاني. وباخد حاجة اسمها الان باك جراوند، ده ان انا بشغل الكاونتر بتاعي فترة كده معينة مثلا وليكن 5 دقايق، واشوفه هل هيقرا ولا هيديني صفر. المفروض في عدم وجود اي سورس الكاونت يديني صفر او يعني يقرب من الصفر، يعني عشان طبعا في راديشن حوالينا في الجو، فيعني يديني رقم قليل. فهو اداني ايه؟ رقم 33. طيب لو انا عايز احسب بقى الديد تايم، ديد تايم من قانون برضو مش عليك اثباته، هو ان واحد زائد ان اتنين ماينس ان واحد اتنين على اتنين ان واحد ان اتنين. ولكن ما تعوضش بالانات دي، لا، انت الاول لازم تطرح منها ال 33 والرقم اللي هيطلع تقسمه على 120 عشان يطلع عدد الكاونتس في الثانية الواحدة، وتعوض بيه هنا. وكذلك ان واحد اتنين تعوض بيها بنفس الطريقة بعد ما تطرح الباك جراوند وتقسم على ال 120، هيطلع معاك ان التاو ب57.23 مايكرو سكند، ويطلع معاك الام واحد من القانون ده ب547، وام اتنين ب59، وام واحد اتنين ب607. عشان اتأكد ان حساباتي صح لازم لما اجمع الام واحد والام اتنين يطلعوا رقم قريب من ده، وده اللي حصل لما جمعنا الاتنين دول طلع رقم almost قريب من ده. فكده يبقى انا حسابات الديد تايم كالكوليشنز بتاعتي مظبوطة. اخر حاجة، ليه احنا بنشغل الجي ام بتاعي عند لو بريشر اللي هو في حدود 10 سنتيمتر ميركوري؟ طيب عند 10 سنتيمتر ميركوري المين فري باس بيبقى اوبتمايز. المين فري باس ده المسافة اللي بيمشيها الالكترون قبل ما يحصل له اي سكاترينج، فالمسافة دي بتكون كويسة ان هو يجين انرجي، الانرجي دي تساعده ان هو يعمل الافلنش ده لو عند العشرة. طيب at lower gas pressure helps spread out the avalanche process. ده معناه ايه؟ ان انا دلوقتي لما اتكون عندي الالكترون المفروض يعمل الافلنش، هيبقى صعب قوي انه يعمل secondary ionization لان المسافات اصبحت كبيرة جدا بين ان هو يوصل لايون تانية او اتوم تانية ويعمل معاها secondary ionization. فمعنى ان secondary ionization هيقل، ده معنى ان عدد الالكترونز اللي هيوصلوا للانود هيقل، فده هيبقى عملية التشارجنج او البيلدينج اب اللي هتعمل كاونت عدة واحدة هتقل. فطبعا ده هيبقى الجهاز ان efficient. طب تقولي طب ما نزود البريشر، ايه يعني لو زودنا البريشر وخلينا عدد الارجونز كتير؟ ساعتها كل ما هيحصل ايون والكترون يتكونوا، فانت هتزود ان الالكترون مش هيلحق ياخد انرجي عشان يعمل لك secondary ionization، وهيواجه مشكلة كمان ان نتيجة ان الانرجي بتاعته قليلة فهيحصل عمليات ريكومباينيشن كتير، ان الارجونز هتلاقي الكترونز وهي اصلا محتاجة الكترونز، فانا ايه اللي يخليني اكمل للكاثود؟ طب ما ناخد من الالكترون اللي جنبي. فده معناه انه if the pressure were too high frequent collision would reduce electron energy، يعني هتقلل الالكترون energy and more gas atoms هيبقى عندي but recombination increase، يعني اي نعم هيبقى عندي ايونز والكترونز كتير، ولكن عملية الريكومباينيشن هتبقى برضو كتير. ثانيا الانرجي ممكن برضو زي ما احنا قلنا هتبقى قليلة ان هي تعمل اصلا secondary ionization، لانه مش هيبقى لحق انه يتأثر بالفيلد وعمل سكاترينج على طول. ده جهاز الجايجر مولر بتاعي بالشكل ده. اول حاجة في الاول خالص انا بشغل الجهاز بتاعي، ان انا من ورا كده في زرار اون اوف، ببدأ ان انا اشغل الجهاز بتاعي ويبدأ ان هو اهو يشتغل واداني زيرو. وعندي اول زرار ده اسمه كاونت، تاني زرار ده اسمه الستوب بيوقف الكاونتس، تالت زرار ده الهاي فولتج بظبط منه الفولت، رابع زرار ده هو التايم ان بظبط منه التايم، وخامس زرار وسادس زرار دول اب داون للتايم او للفولتج. طيب في البداية خالص احنا هندوس هاي فولتج، او عشان ايه نبدأ نظبط الفولتج بتاعي هاي فولتج، وابدأ اخليه مثلا عند 120، هبدأ مثلا او اي رقم بيزيد 20 وبيقل 20 مفيش فيه اي مشكلة. هنبدأ من عند 20، وبعدين ابدأ اطفي الزرار، بعدين ادوس على زرار التايم، اظبط التايم بتاعي مثلا عدد الثواني اللي انا عايزه، مثلا كده 30 ثانية. كده انا ظبطت التايم بتاعي على 30 ثانية او 40 او 50 مش هتفرق، يعني اهم حاجة ان انت بتظبطه. هنا ظبطناه على الدقيقة وبقفله.
اول ما يطفي كده الزرار قفل، اول ما ادوس كاونت الزرار ده نور. هنا بقى بيفضل ايه؟ يفضل يعد لمدة ايه؟ لمدة 60. هنا هو عمال يعد، طبعا واضح انه عمال يحصل الزمن بيزيد، بس انا كده ما بشوفش الكاونتس. لو قفلت الزرار يجيب لي عدد الكاونتس، بس طبعا نتيجة ان الفولت قليل فهو مديني الزيرو. لكن انا لو رفعت الفولت عند 300 او 320 لا، الموضوع هيختلف وهيبدأ يقرا معايا ارقام مش زي الارقام اللي هو جايبها لي دي. طيب كويس اوي، ممكن اعمل ستوب واوقف وابدأ اجيب الهاي فولتج وازوده شوية. تعالى بقى نزوده مثلا لحد مثلا 320 360، وهبدأ ادوس كاونت. بص هنا الكاونتس ابتدت تظهر معايا، لاني هنا تقريبا كنت في منطقة البلاتو، وهنا ده الزمن بيزيد، ولكن الكاونتس طبعا عمالة تقرا بالشكل ده. وهو سهل جدا، كل مرة انا بعمل كاونت وبزود 20 واعمل كاونت وازود 20 واعمل كاونت، وكده احنا نبقى خلصنا. وقدام نيجي نعمل سبسكرايب للقناة واللايك لو الفيديو عجبك، وبس كده. السلام عليكم.